كيف ستكون إذا أحيل بينك وبين قلبك؟ إذا قيل لك خذوه فخذوه ثم الجحيم صلوه، والله لن ينفعك شيء أخي الكريم. لذلك فهذه النصوص القرآن من السنة إنها تخاطبنا جميعا، كل بنفسه باسمه. حينما تقرأ هذه النصوص فهي تلزمنا جميعا، وبالتالي أخي الكريم ينبغي أن تكون صريحا مع نفسك وأن تحاسب نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ستنزل إلى تلك الحفرة، وهي حفرة مظلمة، وهي حفرة يفتن فيها المؤمن. إن كان سعد، وما أدرك ما سعد رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه، ومع ذلك لم ينجو من ضمة القبر. ماذا سنقول نحن؟ بالله عليكم ماذا سنقول نحن؟ وما موقفنا نحن؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم الأولى. لعلي أكتفي بهذه الإشارات. سبحانك اللهم